اهلا وسهلا بحضراتكم متابعي موقع النهار في كل مكان. النهارده معانا فريق مصري شرف مصر وفاز في مسابقه في امريكا لتتبع الخط والسومو للروبوت. شباب فريق ديسكفري حقق الانجاز في بطوله امريكا، ورجع يعني رافع راسنا ما شاء الله ومشرفينا. خدوا مراكز اولى في المسابقه، خدوا مركز اول، والشباب اللي قدامنا خدوا مركز تاني وتالت ومركز رابع في مسابقة السومو. ومعانا الدكتورة ايمان هتكلمنا بقى عن الشباب وعن المسابقة وعن الانجاز اللي حققه شباب ديسكفري في بطولة امريكا. مرحبا بحضرتك يا دكتور. اهلا وسهلا، شرفتونا. الله يخليك يا فندم. كلمينا بقى عن الانجاز اللي حققه شباب ديسكفري في بطولة امريكا. اولا انتوا نورتونا في ديسكفري اكاديمي. احنا كنا بنشارك في مسابقه اسمها روبوتيرني. هي مسابقه للروبوتات. كانت مقامه في ولايه كاليفورنيا بلوس انجلوس. احنا كنا بنشارك باربع فرق، 3 فرق في مسابقه تتبع الخط وفريق في السومو. الحمد لله ربنا وفقنا، حصدنا المراكز الاولى، الاول والثاني والثالث في تتبع الخط، والمركز الرابع في الروبوت السومو او الروبوت المقاتل. الولاد اللي معانا كانت ملك غريب واحمد نصر ويوسف واحمد ايهاب وهنا، بس هي مش موجوده معانا دلوقتي. تمام. المسابقة كانت عبارة عن ايه بقى، والدول المشاركة واستعدتوا لها ازاي؟ المسابقه بيبقى لها الاول محليات هنا في مصر. المحليات كانت في شهر 4 اللي فات. محليات بتأهل للمسابقة العالمية، صح كده؟ تمام. واحنا الحمد لله فوزنا في المحليات وتأهلنا ان احنا نمثل مصر في النهائي الدولي. كان بيشارك العديد من الدول، الصين، امريكا، روسيا. واحنا الحمد لله قدرنا نتفوق واخدنا الاول والثاني والثالث في اللاين فورورد والرابع في السومو. يعني في مسابقة واحدة مصر خدت 3 مراكز الأولى فيها، اللي هي تتبع الخط. مظبوط. كان فيها منافسين من دول كبيرة، يعني من روسيا والصين وامريكا والصين. امريكا. الحمد لله. فخدنا ال3 مراكز الأولى في المسابقة دي اللي هي تتبع الخط. علشان الناس تفهم اكتر، هو بيصمموا روبوت، صح كده؟ ايوه، بيعملوا روبوت. الروبوت ده هدفه ان هو يمشي على الخط، يكون مبرمج ان هو يمشي على الخط. طب ده بيفيد في ايه؟ بيفيد في حاجات كتيره جدا الدول كلها متوجهه ليها، ان يكون عندنا روبوتات ناقله، قد تكون مثلا في نقل الادويه في بعض الاوبئه زي الكورونا، في المصانع انها تنقل البرودكت من مكان للتاني بدون استخدام البشر، يعني في المخازن، في ما الى ذلك يعني. والمسابقه الثانيه كانت اسمها السومو، ان هم برضو بيبرمجوا الروبوت انه يقدر يتغلب على الروبوت الثاني ويخرجه بره الحلبة. يعني بيبقوا مصارعة السومو. مصارعة. طيب الاعمار السنيه المشاركه في المسابقه كلها اعمار سنيه صغيره، ولا في تفاوت في الاعمار السنيه؟ بيبقى في يعني بيشترط سن، يعني هم بيبقوا مشترطين لكل مسابقه مراحل عمريه معينه. تمام. فاحنا بنشارك بالمراحل يعني الموجوده والاشتراطات اللي محطوطه. يعني كل طفل من المشاركين بيشارك معاه حد من دولة تانية في نفس سنه، في نفس المرحلة، مظبوط كده، في مرحلة عمرية. طيب احنا بنحضر الروبوتات هنا من مصر وبنسافر بيها جاهزة، وبندخل بنشارك فيها مع الدول التانية. طيب يعني العائد بقى اللي بيعود على الفرق المشاركة سواء ماديا او معنويا، يعني انتوا بتكلفوا كتير وبتسافروا كتير. هو العائد عائد معنوي فقط. رقم واحد ان الاولاد بتتعلم، وده الهدف الرئيسي. ان هم بيتعلموا البرمجه، ودي اهم لغات العصر المفروض الاولاد يتعلموها. رقم 2 ان هم بيحصلوا على شهادات معتمده من دول اجنبيه، وده طبعا بيفرق معاهم في السي في. لكن ما بيبقاش في جوائز ماديه. طيب في اي مسؤولين بيبقوا يعني على تواصل معاكم، او يعني والله الحقيقه قبل السفر احنا سعينا كتير ندور على دعم. وزاره الاتصالات مثلا، ولا وزاره ايه؟ كتير والله ان انا اجيب للولاد دعم في السفر، ولكن ما توفقناش لسه لكن لما رجعنا الحمد لله تم تكريمهم من مدير عام اداره شبين الفنون التعليميه. تمام. ومن وكيل الوزاره، وكيل وزاره التربيه والتعليم. وكيل وزاره التربيه والتعليم. حضرتك قلت لي ان كان في احتفاليه بيكم كمان في مطار القاهره. ده احنا كنا قبلها باسبوع على طول في الصين، واخدنا ثالث عالم. ده خدنا مركز الثالث على مستوى العالم في الابتكار.
كنا عاملين جهاز مبتكر ارم روبوت. مسابقه قبل دي في الصين. كانت في الفتره من 10 ل 13 اغسطس، وخدنا المركز الثالث. ولما رجعنا مطار القاهره عمل لنا احتفال كبير بقياده اللواء اشرف حافظ. تستاهلوا كل خير وربنا يوفقك. نتكلم بقى مع الشباب الجميل المشارك. ازيك يا احمد؟ الحمد لله. انا قول لي انت كنت مشارك في ايه؟ اتفضل. شاركت في السومو. كنت الحمد لله خدت مركز رابع عالم. كان السومو عباره عن روبوتين بيتفايتوا مع بعض او بيتصارعوا مع بعض. اللي يوقع او يشقلب التاني مع الترابيزه هو اللي يكسب. تمام. الحمد لله دخلنا، كان يعتبر عن 17 فرقه. الحمد لله طلعنا من ضمن الخمس مراكز الاولى. طلعنا الحمد لله المركز الرابع، ومع توفيق ربنا ان شاء الله كنا خدنا المركز الرابع. وكنا في ضغط كبير اكيد، لان المسابقات العالميه كان معانا كذا دوله، ما كانش معانا ولا دوله ولا اتنين. كان معانا امريكا والصين ومصر، كان في فرق مصريه دخلت في هذه المسابقه. قول لي بقى انت استعديت ازاي للمسابقه دي، وفكرت في ايه يعني تضيفه في الروبوت بتاعك عشان تقدر تكسب؟ قلت لي ان هو له تكنيك معين يعني. تمام. احنا اكيد كان في ضغط نفسي قبل المسابقه، واي حد دخل اكيد اي حد دخل مسابقات عارف مدى الضغط النفسي ده. واحنا الحمد لله كنا اول روبوت كان بشكل غير. فالحمد لله لما عرفنا وشفنا المسابقات اللي قبلينا استعدنا بخبره من الناس اللي قبلينا. تمام. فشفنا ان في حاجه بتتحط عامله زي سلايد بتشقلب الروبوت، حتى لو مش قلبتوش تحاول او تساعد الروبوت وهو بيوقعه. وفي حاجه برضو كمان لازم تبقى موجوده في اي روبوت عشان يعرف يوقع الروبوت التاني، ان يبقى في تورك، يبقى في حمل، ان الروبوت يعرف يزق احمال قويه. انت اشتغلت على النقطتين دول علشان تقدر توصل للمركز الرابع اللي انت حققته. الحمد لله. السنسورات كان هي كانت عباره عن حلبه، فيها كان حلبه سوداء، الحواف بتاعتها باللون الابيض. كان في 4 سنسورات، سنسورين من نفس النوع، كل سنسورين مسموح بينا ان سنسورين من نفس النوع بس اللي بيخشوا. تمام. احنا الحمد لله عملنا سنسور كولر سنسور، ده اللي كان بيقرا الخط الابيض. يس، كان بيقرا الخط الابيض عشان لو شاف الخط الابيض يرجع، ما يطلعش لقدام ويخسر، عشان اللي يطلع بره الحلبه هو اللي يخسر. شاطر يا يوسف. توفيق ابو احمد. يوسف ازيك؟ الحمد لله. ازي حضرتك؟ كنت مشارك في ايه؟ انا كنت مشارك في قسم اللاين فولور. كنت داخل بتيم لوحدي، حققت بفضل ربنا طبعا مركز 3 عالم. وطبعا اتجهزت طبعا اكيد للمسابقه، تدريبات وبرمجه الروبوت برمجه كويسه. مدربينك في الاكاديميه يعني انت طبعا لا نسيتوهم كلكم؟ لا طبعا هم الفضل الاكبر ان هم اوصل لمركز زي ده. قول لي بقى الروبوت كان عباره عن ايه والمسابقه، وقابلت مين في المسابقه؟ الروبوت بتاعي المفروض عباره عن انه يمشي في لاين، والمفروض في اللاينات دول المفروض يتتبعها، والمفروض يخلص الماب كلها وهي في وقت محدد. طبعا لازم انا بعمل روبوت طبعا برمجه كويس واعمله بشكل مناسب عشان يعرف يخلص الماب بسرعه ويعرف يخلصه في الاخر، عشان اهم حاجه بالنسبه للحكام اللي هناك انك تخلص الماب في الاخر. وبالنسبه للتيمات اللي شاركت معانا كان زي الصين وروسيا وبريطانيا، كلهم تيمات قويه، بس احنا يعني عرفنا نهزمهم وخدنا مراكز على حسابنا. توفيق ان شاء الله. اتعرف بيك. السلام عليكم، انا احمد مصر. كنت مشارك انا وملك في قسم عليا ملك كده، والحمد لله خدنا المركز 2 عالم. والروبوت بتاعنا كان بيبقى فيه سنسورين قدام وسنسورين على الجنب. المفروض ان الروبوت بيقرا الخط الاسود اللي موجود في ماب كلها لونها ابيض، في خط اسود في النص، المفروض ان الروبوت بيتتبعه. السنسورين اللي في النص لو قرأوا ان اللاين في النص بيمشوا قدام، لو قرأ سنسور مثلا على اليمين ان اللاين في الجنب بيلف، ونفس الكلام في الجمله الثانيه. الحمد لله خدنا مركز 2 عالم. انت خدت وقت قد ايه بقى على ما اتعلمت تعمل الروبوت؟ لا، واحنا انا مثلا من 2019 وانا هنا في ديسكفري، وكنا بنتعلم الروبوت والبرمجه وحاجات كتيره. وملك برضو بقى لها مده كبيره. شاركت في كام مسابقه تقريبا قبل المسابقه دي؟ مثلا شاركنا في مسابقه العالمين الدوليه للروبوتات، دخلنا في الاروفي وخدنا مركز اول، ودخلنا في 100 اروفي. يعني معظم البطولات المحليه ما شاء الله فيهم مراكز اولى ما شاء الله. ازيك يا ملك؟ عامله ايه؟
قولي لي بقى، احكي لي قصه الجايزه اللي كنا نوعنا تيم واحد، قدرنا بفضل ربنا طبعا نحقق المركز الثاني. والربط بتاعنا ليه طبعا قواعد او شروط، واحنا طبعا قدرنا نعمله بيها بفضل طبعا ديسكفري الكورسات اللي كانت بتدوها لنا من قبل كده عشان نقدر نعمل الربط بتاعنا ده. هو الربط ده هو ربط المفروض ان احنا محددين له لاين المفروض ان هو يمشي عليه في وقت محدد، واحنا قدرنا طبعا نمشيه في الوقت ده، وقدرنا نخلص اللاين كله في الوقت المحدد وجبنا مركز تاني. فرحانين بقى ان انتوا كمصريين بتشاركوا في مسابقه باسم مصر وتكسبوا جنسيات تانية وتفوقوا على دول يعني كبيره في ايوه. رفعتوا علم مصر هناك ولا لا؟ ايوه ما خليناش حته اللي رفعنا فيها العلم من اول المطار، من واحنا مسافرين من مطار القاهره لحد واحنا راجعين مطار القاهره. حتى في المطارات الترانزيت كنا برضه بنبقى رايحين. طبعا عملوا حفله في الطياره بقى والكلام ده، المصريين بقى لازم يعملوا. اي حد بيشوفهم اصلا بيقول لهم العالم مصر، بيقول لهم انتوا بتمثلوا مصر في ايه؟ فبيبقوا فرحانين بيهم. المصريين الجاليه اللي عايشه هناك يعني اي مكان في المطارات، في اي مكان بيشوفوهم بيشوفوا اللي هم ماسكين علم مصر او لابسين علم مصر فبيبقوا فخورين. احنا كمان فخورين بيهم وبنشكركم وشرفتوا مصر يعني. زي ما حضراتكم تابعتوا معانا يعني فريق مصري، مجموعة كبيرة منهم من محافظة المنوفية، يعني كانوا بيمثلوا مصر في مسابقة عالمية للروبوت تنقسم إلى قسمين، التتبع الخط ومسابقة السومو. وما شاء الله عليهم الشباب المشارك يعني هنا يعني العضو اللي كان فاضل في المجموعة اللي شاركوا وفازوا بالمراكز الأولى في مسابقة أمريكا. زي ما قلت لحضراتكم كانت بتنقسم لقسمين، القسم الأول تتبع الخط، والفريق المصري خد فيه المراكز الأولى، المركز الأول والثاني والثالث. ومسابقة السومو خدنا فيه رابع عالم. ومش أول مرة فريق ديسكفري يحقق إنجازات يعني محلية أو عالمية. يعني المرة دي جاي لنا بأكتر من مركز في بطولة عالمية ومشرفين مصر ورفعوا اسم مصر. أنا بشكر حضراتكم على طيب المتابعة، استنونا في بث مباشر جديد. كان معاكم أحمد عبد السميع من محافظة المنوفية.